السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا متتبعينا الكرام في قناتكم اليسار في كندا. كالعادة هذه مدة ما درت لكم حتى شي فيديو، ولكن ما قدرتش نصبر امام دوك الاستفزازات، ديك الخرجة اللي خرجها وزير العدل المغربي، دوك التصريحات اللي قال. لا اله الا الله، ما قدرتش نصبر عليهم. حسيت بالالم، حسيت بالظلم، بالخصوص انني منين بحثت في الموضوع لقيت بان عندهم علاقه مع ديك المباراه اللي دارت ديال المحاماه اللي نجحوا فيها مجموعه ديال الافراد اللي من عائلات معينه، وما تمش فيها احترام التكافؤ ديال الفرص، وما تمكنوش منها الناس وليدات الشعب اللي كيستحقوا انهم ينجحوا. ما نجحوا غير ولد باك صاحبي والعائلات اللي هي معروفين. وحنا سنوات وسنوات وكاين هذه الاشكاليه في المغرب ديال اللوبيات في بعض المهن، مثلا النوطاريا. فباش كنا حنا خدينا الاجازه كان خص تكون ولد عائله معينه، عاد عندك الحق انك دير النوطاريا، عاد تنجح في داك الكونكور ديالهم. وللاسف حنا كنشوفوا حتى المحاماه اللي كانت بلا كونكور ولا حتى هي خصك تكون ولد عائله وهبي، عاد يمكن لك انك تسجل فيها ولا تنجح فيها، ولا انك تكون ديجا معروف كديك المعلمه مولا روج، راكم كلكم عارفينها. وهاد الاشياء هذه كتسيء لينا حنا كمغاربه وكتنقص منا، بالخصوص ان بحال هاد التصريحات اللي وديك الطريقه اللي هضر فيها على التعليم في المغرب ونقص من الجامعه المغربيه، قال لك اللي جاي يدخل الشريف هذيك الجامعه اللي انت كتنقص منها، فسيدنا نصره الله راه قرا فيها. وديك الجامعه اللي انت كتقلل من القيمه ديالها راه قراو فيها اساتذه اللي كون قريتي عندهم كون عطاوك صفر والله ما ينجحوك. ولكن اش غنقول لك، عندك الزهر وجيتي في المغرب، اما بحالك ما كيستاهلش انه يكون وزير. ما عندك لا طريقه في الحديث، ما عندك حتى الاخلاق ديالك ما بينش عليهم انهم اخلاق انسان اللي هو مكون واحد التكوين سياسي وكيمثل واحد يعني هيئه اللي هي الهيئه ديال العدل، اللي خصك انت اللي تكون اول واحد كيدافع على التكافؤ ديال الفرص. ماشي تجي وتدخل ولدك وتدخل عائلتك وتدخل ولد فلان وولد فلان، وفي الاخر منين يهضروا معاك الناس تهضر بديك الطريقه ديال التهكميه. بغيت غير نعرف، نعطيك واحد التحدي، ورينا عافاك البولتان ديال ولدك باش نشوفوا هاد 19 اللي جاب في موريال اللي قلتي. واش كاينه شي ماده سميتها موريال راه مدينه في المنطقه ديال الكيبك، راه ماشي ماده. وداك البروسيسوس ديك الطريقه اللي قلتي بانها باش تقرا في موريال فين قرا ولدك وعنده جوج ديال الاجازات، وبزعطه منين عندك الفلوس وصيفطتي ولدك قريتيه في موريال؟ بعدا منين جبتي دوك الفلوس اللي باش صيفطتي ولدك لكندا؟ حنا الحمد لله جينا لها بدراعنا بدبلوماتنا، والحمد لله حنا خريجين ديال الجامعه المغربيه. ونقول لكم هذا الكلام هذا اللي كيقول هذا السيد هذا لا اساس له من الصحه، لان ملي كتشوفوا مثلا شي دوله بحال كندا كتحتاج مهاجرين فكتاخذهم من المغرب بواحد الشكل اللي هو كبير. والجامعه المغربيه والخريجين ديال الجامعه المغربيه عندهم واحد الامتياز بالمقارنه مع الطلبه او مع الخريجين اصحاب الشواهد الجامعات الاخرى، بحكم بانه معروف بان الجامعه المغربيه كتعطي واحد التكوين اللي هو مزيان. وكاع اللي تخرجوا منها، بالخصوص احنا عرفنا بان مؤخرا كان التعليم فيه مشاكل، ولكن بالخصوص دوك لي بروموسيون ديالنا فكلهم الحمد لله عندهم كفاءه كبيره. يكفينا فخر ان سيدنا قاري في جامعه مغربيه وقاري في كليه الحقوق، ويكفينا فخر بان كاينين اساتذه قراو في كليه الحقوق كامثال عبد القادر القادري، الاستاذ الغازي الحسيني ولده تاج الدين الحسيني، واحد العدد كبير سامي نصراوي، واحد العدد كبير من الاساتذه في الحقوق. يكفي فخر بان بحال هاد الاساتذه هادو كاينين.
هذا الشيء غير الا هضرنا على الجانب ديال القسم ديال الحقوق. وكاين في كليه الحقوق كيف ما كنعرفوا كاين حتى القسم الخاص بالاقتصاد اللي انني خديت فيه الشهاده من الكليه المغربيه، والحمد لله عمري ما لقيت شي عائق، بالعكس البكالوريا ديال المغرب اللي هي كتعتبر هنايا اون اني كوليجيال، يعني كتعتبر يعني دبلوم سكوندير عاد سنه كوليجيال. واللي زاد تألمتني اكثر من هذا الوزير هذا هي هذه الخرجه هذه في هذا الوقت اللي كاين واحد الازمه كبيره، كاين ارتفاع الاسعار، كاينه البطاله، كاينين مشاكل كثيره، عاد كيزيد يضغط على الناس اللي ديجا راه معلم بهم غير الله، وعاد كتعاود تذكرهم بدوك الاشياء اللي حنا عندنا في البلاد واللي حنا كنحاربوهم وما بغيناهاش انها تكون بحال محسوبيه، بحال هاد الطريقه ديال ما يخدم غير اللي ولد فلان وفرتلان وما يقرا غير ولد فلان وفرتلان، هو دوك اللي كيمشيو يقراو في الخارج. مع العلم بحكم انني متواجده بكندا كنشوف هذا العدد كبير ديال الاسر المغربيه اللي واخا ما لابسش عليها ولكن كتمكن من انها تبعت وليداتها يقراو في الخارج. فالسي الوزير هذا راه ماشي انجاز انك صيفطي ولدك قريتي في الخارج راه ماشي انجاز. بالاضافه انا مازال كنسولك منين جاوك دوك الفليسات باش قريتي ولدك في الخارج، منين جاوك؟ حيت لا يعقل، رديتينا لواحد الحقبه زمنيه اللي حنا كنتمناو اننا نساوها. بحال شحال هذه في كليه الطب منين تيجي شي واحد شي ولد الشعب ويبغي يتقيد، بالخصوص الا كان سوسي وتاجر، تيقولوا لي سير دير حرف تبوك، حرف تبوك لا يغلبوك. هذاك الحاجه اللي رديتينا بعض التصرف هذا. نتمنى ان هاد التصرفات ما يبقاوش، ان هاد سميتها هاد المباراه اللي دارت تعاود بطريقه نزيهه، لان على حسب ما شفت في الانترنت فيها واحد المجموعه ديال الخروقات، بحكم انها تفصلات على ولدك، تفصلات عليه لانها دارت بالفرنسيه على حسب ما شفتش، مازال ما تاكدتش من الخبر في الانترنت. وهذا راه في حد ذاته هذا راه ظلم بالنسبه للناس الاخرين، حيت حنا عارفين الترافع في المغرب تيكون غالب الاحيان باللغه العربيه، يعني تيكون باللغه العامه في المغرب، واغلبيه ديال المحاماه كيتقنوا اللغه العربيه وتيكونوا عندهم مجازين في يعني القانون العربي، وبحكم انها تجرات بالفرنسيه لان بطبيعه الحال ولدك ما يكونوش قراو عليك في موريال بالعربيه، بطبيعه الحال غيكون قرا بالفرنسي. مع العلم انني مازال باغا نشوف ديك 19 اللي جاب ولدك باش دخلوه يقرا في موريال. فهذه غير هذه راه ما كايناش الدراري، نجيكم الصراحه، ما كايناش ان خصك تكون عندك 19 باش تدخل للدروه، وما كاينش داك البروسيسوس اللي هضر لكم عليه. فهذاك راه غير فويخرات زادهم وهذاك تيتحمل فيهم مسؤوليته باش تقرا، تكون تاخذ الاجازه في الحقوق هنا عادي، كتجي كتدخل كدير لي زيتود كوليجيال ديالك، ومنها كدوز سميتو ديال الدروه عادي، وكتبدا في السنوات وكتاخذ لا ليسونس ديالك عادي. ومن بعد الا بغيتي تكمل دير شي تخصص ولا دير محاماه ولا دير، تيكون البروسيسوس يعني بوحديته. فما تبقاوش تصنتوا بحال هاد الناس هادو اللي ما عرفت فينا حقبه باغيين يردونا في التاريخ، حنا كنزيدوا لقدام وهما كيردونا اللور. بكثرت ما فرحنا على داك التصرفات اللي شفنا والطريقه اللبقه اللي كيهضر بها سيدنا، والطريقه اللي كيهضر بها وليد الركراكي، وديك الفرحه ديال ان نردوا نحيوا الامل في ولادات الشعب. قد ما ردنا هاد خينا هذا الوراء. فبحال هاد الناس هادو صراحه ما خصهمش يبقاو في الحكومه، ولانهم كيعطيو صوره خايبه على بلادنا وكيخلقوا الفتنه في وسط البلاد. كنشكركم على المتابعه، وتنقول لكم الى اللقاء في فيديو قادم على قناتكم اليسان في كندا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.